أهلا بكم في قناة عين الحقيقة، حيث نكشف لكم كل التفاصيل والأخبار الحصرية. أثارت الفنانة بسمة بوسيل جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها الأخيرة عن علاقتها بطليقها الفنان تامر حسني، إذا أنها خرجت عن صمتها وقررت أن تكشف تفاصيل العلاقة بينهما. وتحدثت الفنانة بسمة بوسيل عن طليقها الفنان تامر حسني، مشيرة إلى أنها لن تعود له مرة أخرى، قائلة: الحب أبهرني وعماني وخسرت نفسي بسببه وعيطت كتير. أنا حياتي اتدمرت واتعدمت ثقتي في نفسي، وأبويا قبل ما يموت كان بيقولي أنا عايز أشوفك سعيدة، وفي فترة أبويا لو ما كانش عايش فيها أنا كنت انتحرت، بس هو كان بيدعمني. كنت في سن صغير قوي، فالحب أبهرني وعماني. شان الواحد ينعمى بالحب؟ خسرت نفسي قوي يعني. مش عايزة أعيط، ما تعيطنيش، عدي. بكيت كتير؟ كتير كتير قوي. لما المرة بتبكي كتير شو بيتغير فيها؟ دمار نفسي، depression all the time، منومات، هستيريا. حياتي اتدمرت. أبويا كان بيقول لي في الآخر قبل ما يموت: لو سمحتي عايزة أشوفك يوم سعيدة. فقدت الثقة بنفسك؟ انعدمت الثقة. انت عارف لو أبويا ما كانش عايش أنا أكيد كنت انتحرت، أكيد. لما بقرر اني بلش صفحة جديدة بدل طيف الماضي بيرجع بيلاحقني، نرجع ما منرجع، نرجع ما منرجع. لا ليه، لاقيه نرجع. عايزة أبقى فنانة مغنية مطربة نجمة في السماء. وأضافت: بالنسبة لي أنا وتامر مش بنفكر نرجع لبعض، والكلام اللي على النت مش عارفة مين اللي بيطلعه، لكن زي ما قال تامر في ناس بتحاول يصلحوا ما بيننا وبيتكلموا طبيعي ومش فاهمين حاجة في العلاقة اللي ما بيننا. ثم كشفت الفنانة بسمة بوسيل عن معاناتها من الاكتئاب وتفكيرها بالانتحار خلال فترة زواجها، وقالت: بنصح أصحابي اللي عايزين يتطلقوا عشان عندهم مشاكل انفصلوا، لو لقيتوا نفسكم في الانفصال مرتاحين اتطلقوا. وأشارت: الطلاق في الزمان اللي احنا فيه ده مفهوش رجوع. وتابعت: الرجوع بيبقى ليه بوادر انا ما شفتهاش، لما بيبقى فيه رجوع بيبقى فيه مشاعر بين اتنين ومش بعاد عن بعض. لما اتنين بيبقوا يتطلقوا وهم عايزين يرجعوا بيبقوا مظبطين نفسهم ان في طريقة للطلاق، بيبقى في خيط للرجعة. واكملت: انا لسه مش جاهزة للارتباط، انا دلوقتي مش بستحمل حد يتحكم فيا ابدا، لو قال لي ما تسافريش مثلا ممكن اتجنن. وتابعت: عايزة اصحى الصبح اسافر اي مكان او ادخل استوديو اغني او اروح شركتي او اسافر المغرب لاهلي. وانهت حادثها قائلة: لما تبقى حاسس انك مسجون وطلعت من السجن طبيعي مش هتبقى عايز حد يكلمك. ولم تصمت الفنانة بسمة بوسيل ونشرت ستوري عبر حسابها على موقع انستجرام قالت فيه: عجيب كيف يطلب من المرأة أن تصمت كي لا تهز صورة الرجل، لكن لا يطلب من الرجل أن يتصرف بشكل لائق كي لا يكسر قلب مرأة. حين تتكلم المرأة بعد صمت طويل يقال لماذا الآن، وحين تصمت يقال لماذا لم تتكلم. المشكلة في قدرة البعض على سماع الحقيقة. وأضافت خلال منشورها: ليست كل امرأة تتحدث نادمة، وليست كل امرأة تصمت راضية. أحيانا الصوت يأتي بعد أن يدفن الصبر، وبعد أن تتحرر النفس من قيود الخوف أو التردد. أما الفنان تامر حسني فقد تجاهل تماما تصريحات طليقته بسمة بوسيل حول حياتها معه، وقرر الترويج لحفلته الأخيرة الذي أحياها بالمملكة العربية السعودية. وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، حيث قدم تامر حسني فقرات عديدة ومتنوعة واستعراضات على المسرح، وغنى مجموعة من أبرز أغانيه منها بنت الإيه وهي دي وغيرها من الأغاني. لكن السؤال هنا: هل كان لازم بسمة بوسيل تكشف عن كل هذه التفاصيل، أم كان الأفضل تحتفظ بها لنفسها؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناة عين الحقيقة علشان يوصلكم كل جديد. نشوفكم في فيديو جديد قريبا. سلام.